النهارده هحكي لكم عن شويه منصات ممكن نص ساعه بس في اليوم عليهم تغير حياتكم للاحسن. فده فيديو انا كان نفسي اعمله بقالي كتير عشان دايما بتسال عليه، ودايما الناس بتقعد تقول لي اللي هو ازاي نستغل وقتنا على الانترنت وما اعرفش ايه. فانا هحكي لكم عن المنصات دي. هقسم الفيديو لشويه المهارات اللي انا شايفه ان هي اساسيه، ان هي بتفتح فرص كتير، ولكل مهاره فيهم هتكلم عن المنصات اللي انا يا اما استخدمتها اوريدي او عايزه استخدمها. واصلا الحاجات اللي انا هحكي لكم عليها هي كلها حاجات انا عايزه اتطور فيها برضو، فممكن اعمل فيديو تاني على حاجات اساسيه اكتر، بس حاليا الفيديو ده هيبقى ميديوم هارد. فلو انت في مرحله دلوقتي في حياتك عايز تطور من نفسك فالفيديو ده ليك. اهلا، انا نيره وويلكم تو نيري تيل. هحط لكم شابترز تحت عشان لو عايزين تشوفوا حته معينه في الفيديو، بس لو هتشوفوا الفيديو كله فشكرا بجد. اوعدكم ان انا مسليه مش هتندموا. بس اعملوا كوبايه شاي بلبن وتعالوا نتكلم. كل المنصات اللي هقولها لكم في الفيديو ده هتكون خفيفه، مش يعني عارفين انا بكره ان انا امسك مرجع مثلا اقعد اذاكر منه، مش هيكون كده خالص. هو بلاتفورم هيكون حلو، اليو اكس بتاعه تحفه، هتبقوا مبسوطين وانتوا بتقضوا عليه نص ساعه، مش تبقى نص ساعه ممله يعني. اول مهاره هي الماشين ليرنينج او الاي اي. ولو حد ما يعرفش فانا بشتغل في اي اي وعايزه اتطور في المهاره دي جدا. عامه مهتمه بكل الايمرجن تك، فعايزه احكي لكم على شويه المنصات اللي انا لقيتها ممتعه شويه ان انا اقضي عليها وقت واتعلم اكتر عن الماشين ليرنينج. اول منصه ارشحها هي جوجل اي اي، وهي حلوه علشان الريسورسز بتاعتهم قصيره وصغيره وكله فور فري. ولما دخلت على مثلا كورس صغير كده لقيته ساعه على يوتيوب، فحبيت ان هو يعني مفتوح لاي حد يتعلم منه حاجات. تاني حاجه هي اوبن اي اي ريسورسز. اوبن اي اي ريسورسز الصراحه كانت اتقل سنه لان كان فيها ريدنج اكتر من فيديوز، بس حبيت ان انا ممكن اتصفح في كونسبتس معينه او حتى في اخبار ايه اللي بيحصل حاليا في المجال وكده. ثالث منصه بقى هي اسمها فاست اي اي، والصراحه انا ما جربتهاش ولكن هي بتعمل كورسز فور فري، وحسيت ان لو حد عايز حاجه ستراكتشرد اكتر يعني ممكن يتصفح هناك، فانا 100% هدخل اجربها يعني. تاني مهاره بقى هي حاجه دايما بتسالوني عليها، وهي ازاي نحسن الانجليش بتاعنا. فانا النهارده هكلمكم عن كامبلي، وهي منصه kindly sponsoring this video، فهكلمكم عنها شويه زياده. المنصه دي مميزه قوي بالنسبه لي لانها بتقدم طريقه تحفه في تعلم اللغه، عشان انتوا عارفين ان انا بهتم قوي بطريقه التعلم نفسها، يعني بحب المنصات اللي تكون مركزه مع طريقه التعلم. فالمنصه دي مهتمه قوي بالحته دي ومخليه التعلم يعني حاجه ممتعه وسهله. فانا مش هقدر ارشحها لكم كفايه كواحده من اكتر المنصات اللي بتهتم انها تستخدم التكنولوجيا الحديثه علشان تحسن تعليم اللغه. في الاول بيعملوا خطه على الاهداف بتاعتك انت والمستوى بتاعك عامه، وانت بتخوض محادثات مع ناس يعني بيتكلموا اللغه دي لغتهم الام، ده يخليك تتعلم انجليزي بشكل عملي اكتر. دلوقتي عملوا حاجه اسمها سبيكينج كويز، وده تقدروا تاخدوه دلوقتي مجانا، فعشان قبل ما تبداوا تشتركوا تقدروا تحددوا مستوى اللغه بتاعتكم. بعد ما تخلص الكويز المنصه بتستخدم الاي اي او الذكاء الاصطناعي عشان تحلل الاجابات بتاعتك وتديك نصائح مخصصه علشان ما تضيعش وقتك يعني في تعلم حاجات انت اوريدي عارفها. انا جربت طبعا السبيكينج كويز بتاعهم، هوريكم حته منه. الاول عملت اكونت وبعد كده جاوبت الاسئله بتاعه الاونبوردنج، وبعد ما خلصت كل الاسئله قلت ان انا مش جاهزه اني اشترك دلوقتي، وهنا ظهر لي الكويز وبدات. I enjoy exercising. I do Pilates and weightlifting. وهنا ال AI بيحلل إجاباتي ويديني feedback. I like to take public transportation because it allows me to meet new people and see more places than if I took a car. ده كان feedback آخر سؤال، والنتيجة كانت هسيب لكم اللينك بتاع الكويز في الديسكربشن وقولوا لي النتيجه بقى بعد ما تخلصوا. الكويز مش بياخد 5 دقايق فما تكسلوش. شايفه ان اللغه الانجليزيه مفتاح لفرص كتير قوي، سواء على مستوى عملي او مستوى شخصي، حتى لو عايز تسافر وتتواصل مع الناس احسن فالمنصه دي هتساعدكم جدا. المهاره الثالثه دي بقى يا جماعه حاجه الناس كتير مش بتتكلم عليها انف، هي السيلف براندنج. شايفه ان دي مهاره يا جماعه مهمه جدا لمليون حاجه. المهاره دي بالنسبه لي بتقسم جزء شخصي وهحكي لكم عليه في فيديو تاني اكتر، هقول لكم انك تعمل براند لنفسك عامه ده هيفيدك ازاي على المستوى الشخصي، والجزء الثاني هو العملي وده اللي انا هتكلم عليه النهارده. الجزء العملي قصدي ايه بسيلف براندنج؟ في الجزء العملي قصدي انه انا مثلا لما كنت بقدم على شغل اكتر حاجه فادتني هو ان انا ركزت قوي على ان انا ابني براند لنفسي، ابني شخصيه. مش قصدي نيري تيل، قصدي نيره، يعني عايزه اتكلم عن نفسي بطريقه منظمه يبقوا عارفين ان انا ليا قصه وانا داخله. فانا لما بدخل انترفيو يسال لي انتروديوس يور سيلف، مش بدخل مثلا اقول لهم اسمي كذا عندي كام سنه ما اعرفش ايه، لا انا عندي براند عايزه اعرفهم عليا عن طريق الاكسبيرينسز بتاعتي، ايه الحاجات اللي انا مهتمه بيها،
عايزه اطور في ايه في المستقبل. ده بيخليهم متشجعين انهم يقبلوني، عشان بيبين ان انت اولا عارف انت عايز ايه، ثانيا الحاجات اللي انت عملتها قبل كده، وثالثا بيكون شايف ان ده الشخص ده بيفيد فعلا اللي انا عايزه، او الفرصه دي ملائمه جدا ليه. فانا بشوف ناس كتير والله يا جماعه ما شاء الله عليهم تحفه، يعني لو بداوا يشتغلوا يعني هيخلوا الشركه في حته تانية، بس ما بيتقبلوش بسبب انهم مش عارفين يتكلموا على الحاجات دي. المهم رغيت كتير، ولكن المنصات بقى اللي هرشحها لكم، اول حاجه بصراحه هي انك تبدا تبراكتس مع نفسك، وده ممكن يبقى في صوره مثلا لينكدين، انك تبقى تكتب على الاكسبيرينسز بتاعتك او كده. فمنصه لينكدين ممكن تساعدكم جدا في الحته دي، انك تبدا تكتب حاجات بقى. اللي عشان تتعلم في منصتين هكلمكم عنهم، الاثنين فور فري، واحده اسمها هارفارد بزنس ريفيو والثانيه اسمها هاب سبوت بلوج. فهاب سبوت بلوج كلهم تقدر تسيرش على جوجل هتلاقيهم. هاب سبوت بلوج دي طبعا هسيب لكم كل اللينكس تحت في الديسكربشن. المنصتين دول عليهم مقالات كتير ممكن تعرفكم على موضوع السيلف براندنج احسن. هكتب لكم كل التفاصيل، تسيرش بايه بالظبط، كل الحاجات دي، وكمان لينكس لمقالات انا حسيتها حلوه قوي ممكن تفتح لكم طريق لانكم تتعلموا المجال ده. رابع منصه بقى، ودي حاجه كلنا محتاجين نتعلمها من واحنا قد كده بس مش بنتعلمها ولا عمرنا بناخدها في المدارس والجامعات، وهي ماني مانجمنت. يعني ازاي تتحكم في فلوسك، ازاي تعرف ايه اللي داخلك وايه اللي خارج منك وخارج في ايه. وطبعا انا بصراحه يعني مش مثال خالص، يعني انا مش عايزاكم تاخدوني كمثال. بصراحه انا بنظم فلوسي كويس بس برضه لسه ما وصلتش، يعني انا محتاجه انظم فلوسي احسن من كده. فهقول لكم على منصتين حلوين قوي وانا اوريدي شفت لهم حاجات كتير قبل كده. اول واحده خان اكاديمي، لو اي حد بيتعلم اي حاجه مع نفسه وهو صغير هيعرف المنصه دي. هي فيها حاجات كتير قوي، مجالات كتير، بس ممكن تدوروا على الكورسز بتاعت ماني مانجمنت مخصوص او بادجيتنج، والمنصه دي برده فور فري. تاني منصه هي نيرد والت. نيرد والت دي حاجه انا اصلا كنت بقدم ان انا اشتغل معاهم قبل كده، رفضوني شكرا. بس المهم يعني بصراحه ان هي منصه حلوه قوي لانها بتدي تيبس كتير في مقالات صغيره، فممكن تبداوا تقراوا فيها اكتر. انا حاسه اكتر حاجه المقالات اللي فادتني اكتر عندهم هي المقالات بتاعه البادجيتنج. خامس حاجه هي مهاره الكوميونيكيشن والنتوركينج، والاثنين دول يعني معناهم هو انك تبدا تتواصل مع الناس وتوسع دايره معارفك وتبدا تنتورك، يعني انك تعمل شبكه علاقات مع الناس. ويعني دايما بتتقال في صيغه او في صوره اللي هو وانت بتدور على فرص احسن، سواء مثلا عمليه او دراسيه او كده. انا بالنسبه لي دي يعني حاجه انا اشتغلت عليها كتير قوي بصراحه، هي حاجه مهمه جدا، ومع ذلك لسه طبعا مهما اشتغلت عليها بتبقى في احسن في احسن، بس هي حاجه حلوه قوي انك على الاقل يبقى عندك بيز لاين من المعرفه فيها. فهقول لكم على حاجتين. اول منصه لينكدين. تاني ليه بقى؟ علشان لينكدين اكتر منصه بتوصل البروفيشنالز او الناس اللي بسوق العمل او بيشتغلوا مع بعض. وازاي بقى تنتورك في لينكدين؟ في طرق كتير قوي، قولوا لي لو مهتمين هعمل لكم فيديو كبير عنه، بس اختصارا هو ان انا بدخل على لينكدين بقعد اعمل كونكت للناس اللي مثلا في شركه معينه انا عايزه ادخلها او في مجال معين انا مهتمه بيه، وبعد ما بيقبلوني بكتب لهم مسج صغيره، او قبل ما تكونكت ممكن وانت بتدوس كونكت تدوس اد نوت وتبدا تتكلم بقى اللي هو هاي انا كذا كذا مهتمه بكذا، شفت ان انت عملتي الحاجات دي قبل كده، هبقى حابه قوي لو احنا اتكلمنا مثلا ربع ساعه، لو فاضيه ربع ساعه ممكن نتكلم مع بعض، وتبدا بقى تحاول تتواصل مع الناس دي اكتر. والحاجه الثانيه انك تبدا تروح برضو الايفنتس اللي بتحصل وعارف انها في المجال بتاعك او هتلاقي ناس بتشتغل في المجال بتاعك هناك، فتشوف مثلا في ايفنتس على لينكدين بتتحط او على مكان اسمه ميت اب، بس اعتقد مش عارفه موجود في مصر ولا لا بصراحه، بس عامه حتى لو الاشخاص دي ما ردتش انت بتمرن نفسك، والموضوع ده يعني هيفيدك في المستقبل. والمنصه الثانيه هي اسمها ذا ميوز، والمنصه دي بتبقى فيها يعني مقالات ده بقى للتعلم، يعني لينكدين براكتس اكتر لكن ذا ميوز تتعلم اكتر، يعني هتلاقيه بقى بيحط مقالات وكده. المقالات دي برده فور فري، ممكن تدخل على جوجل وتكتب ذا ميوز وتكتب الحاجه اللي انت عايز تتعلمها زي مثلا نتوركينج تيبس او كده، برده احط لكم لينكس تحت، بس بحب اديكم يعني طريقه الصيد وما اديكمش السمكه بس. فالمنصتين دول هيساعدوكم تتعلم اكتر عن التواصل مع الناس في شكل عملي. سادس مهاره هي الكتابه. انا مهتمه بالكتابه بقالي كتير بس مش بطور فيها، ففي منصه واحده هرشحها لكم وهي ميديم. ميديم منصه حلوه قوي لان انت ممكن تتعلم عن الكتابه، في ناس بتكتب الخبرات بتاعتهم هناك، وكمان ممكن تكتب انت شخصيا، فبراكتس تعلم في نفس الوقت. فادخلوا على ميديم وجربوا، اكتبوا حاجه، اكتبوا مقاله، تقدروا تكتبوا مقاله فور فري، تقروا مقالات كتير فور فري، في مقالات تانية لازم تدفع عشان تشوفها، بس في حاجات كتير قوي فور فري، فانا يعني ارشح انكم تشوفوا الحاجات اللي فور
فري الاول. سابع مهاره هي انك تحسن صحتك، يعني من اكتر المهارات اللي انا مهما اتكلمت عنها مش هعرف احط الحاجات كلها، بس انا هحكي لكم على 3 منصات اوريدي استخدمت ال3 وبيفيدوني جدا. اول واحده هي اسمها ماي فيتنس بال. ماي فيتنس بال ده ابلكيشن على الموبايل، وتقدروا انكم تتابعوا فيه الحاجات اللي انتوا كلتوها في اليوم، وانت بتكتب وزنك وطولك وهدفك، وهو بيقول لك مثلا المفروض تاكل 1700 كالوري في اليوم. انا مش من مشجعين ان احنا نقعد نحسب الكالوريز بتاعتنا، بس المنصه دي فادتني قوي ان انا اعرف باكل قد ايه بروتين، باكل قد ايه كاربس كده، ودي كانت حاجه انا مهتمه بيها قوي في الفتره اللي انا كنت بستخدم فيها الابلكيشن بشكل مستمر، وكان سهل وخفيف. ويعني احب انكم تعرفوا على المنصه دي عامه لو حابين تشوفوا انتوا بتاكلوا ايه. تاني منصه هي اسمها سترونج، وسترونج دي برده موبايل ابلكيشن فور فري. هي بتفيد في ان انت تتابع الورك اوتس بتاعتك او التمارين، يعني لو انت مثلا بتتمرن في الجيم او حتى في البيت ممكن تشوف انت اتمرنت قد ايه التمارين اللي انت عملتها بالظبط، وبعد مثلا اسبوع تشوف ان انت خلصت مثلا 3 تمارين في الاسبوع ده. فانا شايفه ان هو منصه حلوه تتابع فيها عامه الحركه بتاعتك. ثالث منصه اسمها كوم، وهي فريميوم، يعني انت بتبدا ترايل بعد كده لازم تشترك علشان تقدر تستخدمها، بس هي حلوه للتامل او المديتيشن. لو حد مهتم بالموضوع ده ممكن تبداوا على يوتيوب الاول، ده فور فري خالص، وبعد كده لو لسه مهتمين في خصائص احسن بكتير في كوم فممكن تجربوه. انا جربته شويه بس بصراحه ما قعدتش كتير عليه يعني، بس هو بلاتفورم حلوه قوي بشهاده ناس كتير يعني. بعد كده مهاره القراءه. بالنسبه لي القراءه بتبقى متعبه شويه لو انا محتاجه اقرا بنفسي، قريتها كده قبل كده بس انا بحب اسمع اوديو بوكس اكتر. هبقى احكي لكم عن اوديو بوكس اكتر على الانستجرام بتاعي، هسيب لكم اللينك بتاعه برده تحت في الديسكربشن. ولكن النهارده هقول لكم على منصتين حلوين قوي لو عايزين تبداوا في القراءه وانتم مش بتحبوا قوي انكم تقروا حاجه. اول منصه اسمها بلينكست تقريبا، هسيب لكم اللينك بتاعها، وهي المنصه دي فريميوم، يعني عندهم شويه حاجات فري وشويه حاجات لازم تشترك علشان تستخدمها. وهي بتعمل ايه؟ بتلخص الكتب، فلو حد ما بيحبش يقرا قوي ممكن يبدا عليها ويشوف الملخصات دي حلوه ولا لا. تاني منصه هي منصه كل الناس القارئه اللي بجد بيحبوها، وهي جود ريدز، والمنصه دي انا استخدمتها قبل كده وهي حلوه في انك تتابع الكتب اللي انت قريتها قبل كده، تقيم الكتب اللي انت قريتها قبل كده، تشوف تقييمات الناس التانيين. منصه حلوه عامه والكوميونتي حلو للقراءه. بعد كده هكلمكم عن منصتين لتطوير الكارير. انا اتكلمت عن منصتين اوريدي بس هشرح لكم ليه مهمين لتطوير الكارير. اول واحده لينكدين ليرنينج، هي انا كلمتكم عن لينكدين، في بقى عندهم حاجه اسمها لينكدين ليرنينج، ودي بتدي كورسز ولكن دي لازم تدفعوا علشان يعني تدفعوا لينكدين بريميوم علشان تقدروا تشوفوا الكورسز دي، والكورسز دي بتكون مخصصه لحاجات معينه. مثلا انت حد مهتم بالماركتنج هتلاقي فيديوز مخصوصه او كورسز مخصوصه للماركتنج، مهتم اكتر مثلا ماشين ليرنينج يعني ككارير هتلاقي كورسز مركزه اكتر على تطوير الكارير ده او ازاي تنقل من كارير للتاني في لينكدين ليرنينج. تاني منصه هي ميديوم، حبيبتي زي ما انتم شايفين بحب ميديا. فازاي ممكن تستخدمها عشان تطور الكارير بتاعك؟ انا عن نفسي اما كنت مش عارفه اصلا عايزه اشتغل في ايه، بدات اقرا كتير مقالات ناس كاتبينها من خبرتهم الشخصيه على ميديم، على كل مجال ده عامل ازاي بالنسبه لهم، في ايه ما فيهوش ايه، لو بتقارن ما بين مجالين ببعض غالبا هتلاقي مقال بيتكلم عن المجالين كده. يعني بشوف تجارب الناس وحاجات، انا بحب الاوبن سورسز اللي تكون كل الناس تقدر تشوف وتكتب فيها. اخر مهاره هكلمكم عنها وهي ناس كتير برضه مش بتتكلم عنها قوي، هي التمارين بتاعه العقل او الكوجنيتيف سكيلز. في منصتين هكلمكم عنهم هم برين جيمر ومايند جيمز. انا بصراحه ما استخدمتهمش ولكن استخدمت حاجه شبههم زمان ودلوقتي قفلت، وهي عباره عن بس المنصات دي لو قضيت عليهم نص ساعه هتخلي عقلك نشط، في نفس الوقت هي مش ممله خالص، هي بتكون العاب للدماغ، السرعه، الحاجات دي. جربت تقريبا دقيقه على لعبه واحده وكانت حلوه قوي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. انا عايزه اشارككم كل الرحله بتاعتي عامه، فاحب اشوف برضو لما بتشاركوني الرحلات بتاعتكم، فقولوا لي انتوا حاليا بتعملوا ايه، عايزين تعملوا ايه، ايه اكتر حاجه شدتكم في الفيديو، وهرد على الكومنتس بتاعتكم تحت. وما تنسوش تشتركوا في القناه وستي رايقين.